ده صباح الفل على الاهلي والاهلاويه في كل مكان. يومكم جميل بامر الله وصباحكم زي الفل. الحمد لله المنتخب الوطني صعد لدور الثمانيه بفضل الله، بغض النظر بقى بيلاعب بنين بيلاعب بنات، الحمد لله صعد. نفرح بقى وبتاع والدنيا بقى هي معروفه. اي مدرب وطني بيمسك المنتخب بتاعنا بيبقى معاه دعوات المصريين، فاحنا كسبنا الدعوات المصريين بغض النظر بقى عن الاداء وعن الفريق اللي احنا بنلعبه. فالمفروض ان احنا نفرح وبتاع خلاص الدنيا حلوه. بس انا شايف في نغمه كده من الاهلاويه. انا اهلاوي على فكره والله، واهلاوي صميم ابا عن جد، بس في نغمه مش عجباني. يعني كل الاهلاويه على السوشيال ميديا يقول لك لعيبه الاهلي هي اللي كسبت المنتخب. يا جماعه ما فيش الوان في المنتخب، قلنا 100 مره ما فيش حاجه اسمها الوان في المنتخب. نبطل شغل كده النسا اللي احنا بنعمله دوت. وبرضك في الناحيه الثانيه جماهير نادي الزمالك ماسكين زيزو تقطيع. يا جماعه الراجل ده بيلعب في المنتخب، بيمثل منتخب بلدك. لعيبه الاهلي دي بتمثل منتخب بلدك، مفيش حاجه اسمها اهلي وزمالك واسماعيلي ومحله واتحاد والكلام. الانديه الجماهيريه دي كلها ما ينفعش. احنا اي لاعب من الانديه دي بيمثل المنتخب او بيلبس تيشيرت المنتخب فده بيمثل البلد. ما نقعدش بقى نقطع فيه، لان الكلام ده بيوصل للجهاز الفني، والانطباع ده بيوصل للعيبه وبتاع. ده انسان انت ممكن تخليه تدمره، انت ممكن تدمر انسان بسبب ده برضك مهما كان دم ولحم. لاعب الكوره ده دم ولحم، مش حيوان. فما تقعدش تكسر فيه. يا عم خلاص كسبنا بقى بلعيبه الاهلي بلعيبه الزمالك كلهم في الاخر تحت شعار واحد، منتخب مصر. فمش عايزين النغمه اللي ملهاش لازمه دي. وعايز اقول للهجاص اهدى شويه يا عم، اهدى شويه. انت عايز ايه من حسام حسن؟ انت كسبت، انت عايز تدرب اي حاجه، ما تروح يا عم تدرب نادي فيسكو. انت اخرك نادي فيسكو، هو هنطلع لك نادي جديد اسمه فيسكو تروح تدربه عشان تفصوا مع بعضكم هناك. انت مسكت طنطا نزلته درجه رابعه، كان بيلعب في الممتاز نزلته درجه رابعه. عايز ايه؟ ما تهدى شويه بقى يا عم الهجاص. انت تعبتنا والله، انت تعبان في دماغك، انت تعبان في دماغك والله العظيم. انت ما تعرف تحط خطه، والله ما تعرف تعرف تقف على الخط تحط خطه. اهدى شويه، سيب الراجل يشوف شغله. انت اول واحد قلت هيطلع من دور المجموعات، حصل. الراجل ما شاء الله اول اهو، بعد كده عدى دور ال 16 وفي دور الثمانيه وهيعدي. خلي بالك وممكن يوصل لمباراه نهائيه. هيبقى منظرك ايه بقى؟ منظرك هيبقى وحش. ماشي هجاص اهدى شويه. جماهير النادي الاهلي تهدى شويه برضه، جماهير نادي الزمالك تهدى شويه. ده منتخب، مفيش اهلي وزمالك، مفيش الوان في المنتخب. كلنا على قلب رجل واحد. الاداء ده ان شاء الله بامر الله بقى يبقى هيتحسن بعدين، او سواء هيكمل ولا مش هيكمل. فنهدى شويه. صباحكم فل واحلى مسا عليكم.